عارف ايه اخطر كذبة ممكن الشيطان يضحك بيها على الانسان؟ انه يخليه يسمي الحرام حب، ويسمي المعصية مشاعر، ويسمي الخيانة احتياج. النهاردة هنفتح واحد من اخطر ملفات السي في الاسود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكل الأحبة جميعا، وأهلا بكم في برنامج سي في أبيض وأسود. في كل يوم بنرسم على قلوبنا ألوان، لون أبيض بنور الصدق والطهارة، ولون أسود بظلمة الذنوب والمعاصي. تعالوا نكتب مع بعض سي في حياتنا ونشوف لون أعمالنا أبيض ولا أسود. ملف العلاقات المحرمة بين الرجال والنساء. اسمع كويس. الحب الحلال عمره ما كان حرام، الزواج حلال، الخطوبة الشرعية حلال، المشاعر نفسها مش حرام، لكن الحرام بيبدأ لما العلاقة تحصل خارج حدود ربنا. لما راجل متزوج يفتح قلبه لست غير زوجته، أو ست متزوجة تدي مشاعرها لراجل غير زوجها. هنا بنتكلم عن باب من أخطر أبواب الفتن، لأن ربنا أحل طريقا واضحا نظيفا اسمه الزواج، وحرم أي علاقة عاطفية خاصة خارج الإطار الشرعي. لأن الشيطان عمره ما بيقول للإنسان تعالى اعصي ربنا، هو بيقول له دي مجرد رسالة، دي مجرد زمالة، دي مجرد فضفضة، دي مجرد كلمة حلوة. في الأول الرسالة ثم تبدأ الكارثة. في الأول الرسائل تبقى عادية، بعدها انتظار، بعدها تعلق، بعدها اشتياق، بعدها قلب متعلق بغير صاحبه الحقيقي. وساعتها يبدأ السي في الأسود يتكتب عليك أو عليها. عارف المشكلة فين؟ إن الزوجة دي أصلا معاها راجل تعب عشان يبني بيت، والراجل ده أصلا معاه زوجة شايلة همومه وسنده، لكن الشيطان يخلي كل واحد يشوف اللي عند غيره ويعمى عن النعمة اللي بين إيديه. فتبدأ المقارنات، ويبدأ السخط، ويبدأ الجحود، ثم يبدأ الانهيار. النهاردة رسالة، بكرة مكالمة، بعده سر، بعده لقاء، وبعدها ذنب فوق ذنب فوق ذنب. وكل ده بدأ من باب كان ممكن يتقفل من أول لحظة. عارف ليه ربنا حرم الطريق ده؟ مش عشان يحرم الناس من السعادة، بالعكس عشان يحفظ القلوب ويحفظ البيوت ويحفظ الأطفال ويحفظ المجتمع كله. لأن أي علاقة محرمة بين راجل وامرأة متزوجين مش بتخون شخص واحد، دي بتخون زوج وبتخون زوجة وبتخون أولاد وبتخون عهد وميثاق اتبنى من سنين. تخيل زوجة قاعدة مستنية زوجها يرجع من شغله وهو مشغول بقلبه وعقله بواحدة تانية. وتخيل زوج بيجري طول اليوم عشان يوفر حياة كريمة لأسرته، وفي الآخر يكتشف إن قلب زوجته بقى مع شخص تاني. إحساس قاتل وجرح عمره ما بيتنسي. وفي وسط كل ده الشيطان يفضل يهمس انتوا بتحبوا بعض، انتوا مظلومين، انتوا مش بتعملوا حاجة كبيرة. لكن الحقيقة غير كده. الحقيقة ان الحلال واضح والحرام واضح، والقلب اللي بيتعلق بغير حق بيدفع ثمن التعلق ده في يوم من الأيام، يمكن في الدنيا ويمكن في الآخرة ويمكن في الاتنين. اسأل نفسك، كم طفل نام وهو سامع أبوه وأمه بيتخانقوا بسبب علاقة محرمة؟ الموضوع مش مجرد ذنب، الموضوع على خيانة العهد، وخيانة الثقة، وخيانة الإنسان اختارك بين ملايين البشر وقال لك أنا مأمنك على قلبي. تخيل يوم ما زوج أو زوجة يكتشف الحقيقة. تخيل نظرة الانكسار، تخيل نظرة الانكسار، تخيل الصدمة، تخيل إحساس إن العمر اللي فات كله بقى سؤال كبير. ليه؟ كان ناقصك إيه؟ ليه بعت الثقة؟ ليه كثرت القلب؟ ليه فتحت باب كان ممكن تقفله من أول رسالة؟ عارف المشكلة الأكبر؟ إن ناس كتير فاكرة إنها طالما ما وصلتش للزنا يبقى مفيش مشكلة، لكن الحقيقة إن الخيانة بتبدأ قبل كده بكتير. بتبدأ لما قلبك يتعلق بغير شريك حياتك، بتبدأ لما تستخبى عشان تبعت رسالة، بتبدأ لما تمسح المحادثة خوفا من إن حد يشوفها، بتبدأ لما تقول لو عرف هيزعل. طالما عارف إنه هيزعل يبقى أنت عارف إنه غلط. وفي الآخر السي في الأسود لما يتفتح هتلاقي صفحات كاملة مكتوبة برسائل بدأت بهزار، ومكالمات بدأت بفضفضة، وعلاقات بدأت بكلمة ازيك، لكن انتهت بدموع، وانتهت بطلاق، وانتهت بقلوب مكسورة، وانتهت بأطفال بيدفعوا ثمن ذنب ما عملوش في حاجة. فخلي بالك، مش كل رسالة تستحق الرد، ومش كل إعجاب يستحق الاهتمام، ومش كل شخص دخل حياتك يبقى لازم يفضل فيها. احفظ قلبك واحفظ بيتك واحفظ الأمانة اللي ربنا حطها في رقبتك. وفي النهاية لما يتفتح السي في الأسود يوم القيامة هتكون من أصعب الصفحات صفحة إنسان باع الحلال اللي في إيده وجري ورا حرام مؤقت. إنسان كان عنده بيت فعرضه للهدم، وكان عنده أمانة فضيعها، وكان عنده نعمة فلم يشكرها. افتكر دايما الحرام بيبدأ صغير جدا، نظرة، رسالة، إعجاب، فضفضة، لكن نهايته ممكن تكون بيت مهدوم وقلب مكسور وندم عمره ما يروح. فاحفظ قلبك واحفظ بصرك واحفظ بيتك، وما تخليش الشيطان يكتب اسمك في ملف من أخطر الملفات. وساعتها هتتمنى إنك كنت قفلت الباب ده من أول كلمة، ومن أول رسالة، ومن أول إزيك.